كل شخص شاف أو سمع عن الجرائم والأحداث اللي تصير، وكل شخص شاف ذول المجرمين، أما يكونوا مجرمين متسلسلين أو يكونون منتمين لعصابة معينة. لكن بهذا المقطع راح نتطرق لنوع المجرمين جدا خطيرين، وهم أصغر مجرمين بالعالم. اليوم راح نتحدث عن 5 أصغر مجرمين بالعالم، ومو أي مجرمين، لأن هذول المجرمين أغلبهم انحكموا بالإعدام بسبب الجرائم اللي سووها. فحضر لي شاياتك وماياتك، المقطع راح يكون مو طويل صراحة. خلينا نبلش. إريك سميث يبلغ من العمر 14 سنة. كان يتعرض لكثير من المضايقات بسبب نظاراته الكبيرة والنمش اللي بجسمه والشعر الأحمر الطويل اللي يمتلكه، وكانت أذنه غريبات الشكل بسبب الدواء اللي كانت تاخذه أمه بفترة ولادته، وهذا العلاج اللي كانت تستعمله هو علاج للصرع. اتهموا سميث بمقتل صبي صغير عمره 4 سنوات يدعى ديريك روبي، بحيث خنقه وذب صخرة كبيرة على راسه. ومن سألوا سميث ليش سوى هذا العمل ما انطى أي إجابة، حيث شخص الطبيب حالة سميث بالخلل الانفعالي، وهاي الحالة تجعل الشخص لا يمكن السيطرة على غضبه. بسبب هاي الجريمة حكم على سميث بالسجن لمدة 6 سنوات، وهاي تعتبر أصغر مدة حكم بسلسلتنا هذه. الشخصية الثانية جوشوا فيليبس. جوشوا يبلغ من العمر 14 سنة. جوشوا ملتهب بمقتل جارته ماديلين البالغة من العمر 8 سنوات بس. اللي اكتشفت الجريمة هي جوشوا. من راحت تنظف سرير جوشوا، بأثناء ما جاية تنظف لقت السرير بارد، ومن تفقدت سبب هذا البرود شافت جثة مادلين التي كانت في عداد المفقودين لمدة 7 أيام. ما حد تصور أنه جوشوا هو القاتل، لأن جوشوا بنفسه تطوع للبحث عن مادلين. حكم على جوشوا بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراحه. وفيليبس ما أعلن عن دوافعه لقتل مادلين، إلا أنه قال لقد ضربتها عن طريق الخطأ. أداة الجريمة كانت عصة البيسبول. بس عندي تعقيب بسيط هنا، أخوي شفت راسه طوبة بيسبول فد مرة ليش؟ قصر من قصة جوشوا وقال لهم أنا شي ضربه عن طريق الخطأ بمضرب البيسبول، ثم وديته لغرفتي وطعنتها. ما أدري ليش، أعتقد إنه هو خايف يعني إنه واحد يكتشف إنه هو ضربه بمضرب البيسبول فطعنها وضامها. بس هيئة المحلفين ما صدقوا كلامه. جاي يشوفون بهذا المقطع أحكي شوي بالفصحى على مود الكل تفتهم. ما شاء الله قاموا متابعين ناس من الجزائر، تحياتي لكم، وتحياتي للمغرب هم جاي يتابعوني منهم 4%. كل الحب والتقدير لكم. الشخصية الثالثة جورج ستيني يبلغ من العمر أيضا 14 عام، حيث أدين جورج بمقتل فتاتين. الأولى تبلغ من العمر 11 عاما والثانية تبلغ من العمر 8 أعوام، حيث وجدوها بحفرة موحلة جدا، وكانت أثار الكسور واضحة وبليغة. بس هالمرة جورج اعترف بارتكاب الجريمة وحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي. تقدرون تبحثون عن الإعدام بالكرسي الكهربائي، إعدام جدا يعني ما له داعي. شنو يعني ايش بيكم؟ الشخصية الرابعة ليونيل تايت يبلغ من العمر 13 سنة. ليونيل كان يلعب ويا فتاة اسمها تيفاني تبلغ من العمر 6 سنوات بس، حيث كانوا يلعبون لعبة وهي تقليد المصارعين المحترفين في منزل نيونيل، وكانت أم نيونيل في الطابق العلوي يعني ما كانت تشوفهم، حيث سمعت صراخ من الأطفال وظنت أنهم يلعبون فقط. لكن بعد 45 دقيقة ذهب نيونيل إلى أمه وأخبره بأن تيفاني لا تتنفس، حيث اتضح بأن تيفاني تعرضت لضربة قوية بالجمجمة والأضلاع. بس تم نقض الحكم بسبب لم تتح له حضور جلسة استماع الكفاءة العقلية، حيث أفرج عنه في سنة 2004 مع المراقبة لمدة 10 سنوات. يعني الولد ب 2014 أو 2015 صار حر يا ولد، ديروا بالكم على أطفالكم. الشخصية الخامسة جيسي بوموروي، إن شاء الله قلته صح بعد ما بيعيده. ولد جيسي ب 1959 في شارلستون في ولاية، والله هم كاتبينه هيك، خلنا نتجاهل لكم ماساتشوستس. هي هيك العاصمة، يا عاصمة هي هيك الولاية، ما أدري مين هاي. هو أصغر شخص أدين بتهمة القتل من الدرجة الأولى. كانت تصرفات جيسي قاسية ضد الأطفال. عندما كان عمره 11 سنة بس عذب 7 أطفال، مو عذبهم هيك تعذيب باستخدام السكاكين، هيك تعذيب مال أوادم يعني. تم القبض عليه وإرساله إلى مدرسة الإصلاح، حيث من المفترض أن يبقى فيها إلى أن يصبح عمره 21 سنة، لكن أطلق سراحه بعد 1.5 سنة. وبعد 3 سنوات تغير جيسي من سيء إلى أسوأ، حيث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام، وأيضا اتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. ما شاء الله هنا تحسها كول اوف ديوتي، حيث حكم على جيسي بالسجن مدى الحياة وإرساله إلى الحبس الانفرادي. لكن بعمر 72 سنة توفى لأسباب طبية، يعني شيء أكيد يتوفى يعني. طقت الوحدة خطية، تحكي عن 60 سنة بالسجن الانفرادي. حلو جميل. هذه كانت حلقتنا التوب 5
أصغر مجرمين بالعالم. أتمنى عجبتكم، وأتمنى تعجبكم مثل هيك حلقات. وإذا عجبتكم مثل هيك حلقات توب 5 أو توب 10 ممكن أسوي لكم إياها بالفترة الجاية. كان وياكم أحمد البرطوشي، مع السلامة.